اكبر مؤسسه دينيه في العالم، كانت بتغطي على وحوش ومجرمين جواها. انا حسام حامد مخرج، وهنتكلم عن السينما لما غيرت الواقع. في 2001 كان في فريق صحفي صغير في جريده اسمها ذا بوستون جلوب. القسم ده اسمه سبوت لايت. ايه شغلهم الاساسي؟ يدوروا على الحقيقه اللي الكل بيتجاهلها، لكن ما كانش حد يتوقع اللي يكتشفوه هيهز واحده من اقدم المؤسسات الدينيه في العالم. الفيلم بيتكلم عن تحقيق حقيقي حصل، بدا يدور ورا شكاوي قديمه ضد قساوسه بيتحرشوا بالاطفال، حالات كتير فيهم نفس الاسامي، وكل مره كان القصه يتنقل لمكان تاني والدايره تعيد نفسها. الصحفيين قرروا يدخلوا حرب ضد الصمت ده، وابتدوا يربطوا الخيوط. وبعد شهور من الشغل كشفوا ان عدد القساوسه المتهمين في بوسطن بس اكتر من 70، وان الكنيسه كانت بتغطي عليهم رسميا. التحقيق ده اتنشر في 2002 وكان زلزال. ضحايا من كل انحاء العالم بداوا يتكلموا لاول مره، والكنيسه الكاثوليكيه اضطرت تعترف وتدفع تعويضات بالمليارات. بعض القساوسه اتحاكموا واللي منهم اتطرد، لكن الاهم ان الصمت اتكسر. Yep. Send him over. Spotlight, can I help you? Phones have been ringing all morning. That's right. Thank you very much. Spotlight. Mike, can you grab that? Yes, that's correct. They're almost all victims, Robbie. سبوت لايت مش بس فيلم عن الصحافة، ده فيلم عن الشجاعة والصوت وحقيقة كانت مدفونة من سنين. السينما عندها قوة مش بس تحكي قصة، دي عندها قوة انها تكشف فساد وتحرك عدالة وتغير قوانين عشان تحمي الأبرياء. قول لي بقى، تفتكر في أفلام أثرت فيك وغيرت نظرتك لحاجة معينة في حياتك؟ هستنى رأيك في كومنت، واستناني في فيديو جديد.